بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبابنا الكرام. نوايا حفظ القرآن وتدبر تلاوته. من المعلوم إن اللي بيقرأ حرف من القرآن الله عز وجل بيجزيه بكل حرف حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وممكن تكون حسنة توصل ل700 ضعف. لكن لو إحنا خلينا بدل ما هي حسنة وحدة حسنات ومليارات الحسنات بتعدد النوايا، يعني كل نية أنت حتنوي بيها قراءة القرآن حتاخد بيها حسنة، وكل حرف حيكون بحسنة، وكل حرف حيكون ب10 حسنات، ويعني العملية مضاعفة في الأجر. طب إيه هي النوايا اللي هي راح تخلينا نحصد مليارات الحسنات من قراءة القرآن؟ ولنفترض إن إحنا قرأنا سورة قل أعوذ برب الفلق أو سورة قل هو الله أحد، يعني سورة قصيرة ولكنها عظيمة. شوفوا فيها كم حرف، وشوفوا كل حرف هناخد بيه كام حسنة، ولو طبقنا النوايا دي هناخد مليارات الحسنات. إيه هي النوايا؟ النوايا لكي أكون ممن آوى إلى الله فآواه، ولكي أكون من أهل الله وخاصته. يعني أنت لما تمسك المصحف أو تقرأ القرآن سواء حفظ أو من مصحف، أول حاجة انوي إنك تكون ممن يأوي إلى الله حتى يأويك الله. تاني حاجة حتى تكون من أهل الله وخاصته. ثالث حاجة لأن القرآن نور لك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. رقم 4 القرآن سبب لزيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني لما تقرأ القرآن اقرأ بنية زيادة الإيمان. رقم 5 القرآن سبب للثبات، كذلك لنثبت به فؤادك. أحبابي الكرام، أنا لما هنعد النوايا ربما أتلخبط في الترقيم، لكن أنا هنقول النوايا بدون عد. أيضا لكي أكون ممن اصطفاهم الله. يقول تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. القرآن نور وأنس لي في قبره. تقرأ القرآن بنية أن يكون ونيسك في قبرك ونور في ظلمات القبر. وتقرأ القرآن لأن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، يعني قلب مليان بالقرآن الله لن يعذبه. والقرآن سيأتي شفيعا لي يوم القيامة. تقرأ القرآن بنية أن يشفع لك القرآن يوم القيامة. تقرأ القرآن لأكون ممن قال الله فيهم يرجون تجارة لن تبور، يعني تتاجر مع الله في القرآن. وليقال لي يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني حتى ترتفع درجاتك في الجنة يوم القيامة، وتقرأ القرآن يوم القيامة وترفع به إلى الدرجات العالية. أيضا تقرأ القرآن لتتقرب إلى الله بالقرآن، بكلام الله تتقرب إليه. تقرأ القرآن ليحيا قلبك، لأن الله يقول أو من كان ميتا فأحييناه. تقرأ القرآن لأن صاحب القرآن مقدم بين الناس في الدنيا والآخرة، وهذا معلوم. تقرأ القرآن لأن كل حرف من القرآن بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها، يعني ودي قلناها في أول الكلام. وأيضا تقرأ القرآن لكي تملأني البركة، فالقرآن كتاب مبارك، تعلمه مبارك وتدارسه مبارك وسماعه مبارك وتعلمه وتعليمه مبارك. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. إذن فلن تجد البركة إلا في القرآن. وتقرأ القرآن وتستمع له لأن سماع القرآن أصل الهدايات. وتقرأ القرآن لأن القرآن نورا لي في الدنيا وزخرا لي في الآخرة. تقرأ القرآن بما كسبت هذا يأخذ ولدكم القرآن، يعني بما كسيتم هذا بأخذ ولدكم القرآن. يعني أنت بتقرأ القرآن وبتعلم أبنائك القرآن، فيأتي القرآن يوم القيامة
ليكون سببا في أن يلبسك حلل من حلل الجنة وتاج الكرامة، فيسألونك لماذا هذا الحلل، فيقال أو تسأل بما ألبست هذا أو بما كسيت هذا، يقولون لك بأخذ ولدكم القرآن، لأنكم علمتم أولادكم القرآن فألبستم بتاج الكرامة والحلل. وأيضا حتى أحبه أزداد منه قربا وأنسا، بنيت إنك بتحب القرآن، لأن اللي بيحب القرآن الله يحبه. وأيضا تقرأ القرآن لأن صاحب القرآن مقدم في اللحد ومقدم في كل شيء، يعني لو ماتوا جماعة من المسلمين ويجوا بيدفنوهم بيدفنوا الأول وبيلحدوا الأول صاحب القرآن، لأنه مقدم في كل أمور حياته سواء في الدنيا أو في الآخرة. تقرأ القرآن لأن فيه الهداية وزيادة اليقين والإيمان بالله. تقرأه ليخرجك الله من الظلمات إلى النور. تقرأه بنية الاستشفاء بالقرآن، لأن إن كان فيك مرض بدني بالقرآن تشفى، وإن كان فيك مرض قلبي بالقرآن تشفى، ولأن القرآن علاج لقسوة القلب. وأيضا امتثالا، تقرأ القرآن امتثالا لأمر الله لك بالترتيل، حين قال ورتل القرآن ترتيلا. تقرأ القرآن اتباع وصايا النبي ولأنال شفاعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالقرآن وبتعلمه وبتلاوته حتى تنال شفاعته صلى الله عليه وسلم. وتقرأ القرآن لينفعك الله به وتنال شفاعة النبي، وتقرأ القرآن ليرفعك الله ويرفع والديك بالقرآن، وحتى تكون من أهل الله وخاصته. وتقرأ القرآن ليذكرنا الله وأن أكون في معيته. وتقرأ القرآن للنجاة من النار ومن العذاب، ولأن القرآن مأدبة الله. تقرأ القرآن من أجل طمأنينة القلب. تقرأ القرآن لأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. تقرأ القرآن ليكون القرآن حجة لي. وتقرأ القرآن للتعرف على الله بأسمائه وصفاته، ولأدور مع القرآن حيث دار، يعني تبقى فاهم كل ما أراد الله سبحانه وتعالى. تقرأ القرآن لأنه ذكره وموعظة. تقرأ القرآن حتى يكسى أبويك بحلتين في الجنة. تقرأ القرآن حتى تعمل بالقرآن. وتقرأ القرآن حتى يكون لك ونيسا في قبرك. تقرأ القرآن للاستمساك بكتاب الله وبكلامه ففيه نجاتك. تقرأ القرآن لأنه تعويض عن مجالس اللغو والشهود لمكانه، يعني اللي منشغل بتلاوة القرآن لا أعتقد أنه هيروح ويذهب لمجالس اللغو ومجالس الذنوب والحاجات اللي فيها يعني غضب الله سبحانه وتعالى. بل الإنسان قارئ القرآن دائما القرآن بربيه بنور طريقه وبنور بصيرته وبصره. دي أحباب الكرام نوايا قراءة القرآن الكريم اللي انت لو حطيتها في قلبك لما تيجي تقرأ القرآن ستنال بإذن الله درجات عالية ومكان عالي عند الله عز وجل. أحباب الكرام إن شاء الله النوايا دي كلها هنقولها لكم في تعليق، وهكتبها لكم في تعليق تحت هذا الفيديو حتى تتدبروها وتعملوا بها إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم تعلم القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار والعمل به وتعلمه، اللهم آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.